عبث، تهريج، خذلان، تشبع. كل ما شئت عن سلبية الإدارة، عن جودة اللاعبين، عن سوء الحظ. مساء الفل عليكم، وهنتكلم عن ماتش امبارح الأهلي شباب بوليسداد. طبعا اللي شاف الماتش امبارح هيقول ان اللعيبة دي شبعت، خلاص مش عايزة بطولات تاني. كولر عمل اللي عليه وزيادة. الراجل حط الخطة، هو اصلا مش هينزل هو يجيب جول. الراجل عمل اللي عليه وزيادة. اللعيبة بجد استهتار كبير، رعونة كبيرة امام المرمى، تشبع كبير. انا شايف ان يكون في غربلة للاعبين زي 2019. مشي بقى اللعيبة كلها. انا برضو عايز اعرف انت مشيت محمد شريف ليه وانت عندك عجز تهديفي؟ الراجل مبدع في السعودية. والله انا شايف سيد عبد الحفيظ يرجع، كابتن علاء ميهوب يكون موجود، كابتن هيثم عرابي يكون موجود. كل ده بجد هيفرق مع الاهلي كتير جدا. غير بقى انك تجيب لعيبة سوبر. مش معنى انك كل سنة تيجي تقول ميزانيتي 2 مليار دولار وانت مش عارف تجيب مهاجم كويس. الميزانية بتاعت الاهلي كل سنة مثلا 2 مليار، يا فرحتي، وفي الاخر ما بتجيبش مهاجم سوبر، كلهم مهاجمين نص كم. بجد لازم غربلة، غربلة من اول الادارة لغاية اوضة اللبس. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.